نادي القادسية، والكرة مع خالد عبد الباسط والدخول من خالد، وحلوة بلوك شوت جميل لنادي القادسية من توماس. راشد لعبد المحسن الموسوي لتوماس. توماس مع الكرة ويسدد، ولكن تضيع الكرة. ما زال نادي القادسية متقدم. الكرة لخالد عبد الباسط. خالد يلعبها لسليمان خالد لمصطفى. مصطفى يحاول الدخول، لا لمصطفى فودة. ايوه مصطفى فودة، وخالد عبد الباسط يسدد وتضيع الكرة وتطلع الكرة اوتسايد لصالح نادي العربي القطري. هذا هو إيلونو المحترف اللي هو ديفيد إيلونو. تمريرة لخالد عبد الباسط. ثلاث. راشد الرباح. إيلونو دفاع من المحترف القطري. الكرة اللي راشد حلوة من بعيد، ولكن تضيع الكرة توصل لخالد عبد الباسط. خالد عبد الباسط يعطيها لسليمان. سليمان خالد لعبد الرحمن سعد. محور اللعب راح يكون مع مصطفى فودة. سليمان خالد يحاول يسدد من بعيد وتضيع الكرة، يحاول ياخذها حلوة حلوة، ولكن هناك فاول. فاول لصالح نادي العربي القطري، وهناك رميتين. يسدد الرمية الأولى، تضيع الرمية الأولى، ودائما كما تعودنا الرميات الحرة دائما مهمة. يسدد. حتى الآن لم يسجل فريق العربي القطري. راشد رياض الرباح لتوماس. توماس لعبد المحسن الموسوي لإيلونو. يتميز من هذا المكان، وثلاثية قلت لكم يتميز، وتميز فعلا وسجل. حلوة ثلاثية جميلة لإيلونو. القادسية تقدم 6. سليمان خالد يلعبها لخالد عبد الباسط، وتضيع الكرة وتوصل. يحاول مصطفى، ولكن تطلع الكرة. هذا هو اللاعب مصطفى فودة، أحد اللاعبين المميزين في صفوف العربي القطري. هجمة للقادسية. توماس يعطيها لراشد رياض الرباح. ما زال القادسية في الأجواء الآن جيدة. راشد رياض، وهناك قطع من سليمان خالد، ولمست في أثناء هذا هو سليمان خالد، نجم من نجوم نادي العربي، ولمست في طبعا راشد رياض الرباح. والكرة للعربي القطري. وتأتيكم أعزائي المشاهدين هذه المباراة عبر قناة كويت سبورت. وحلوة تمريرة أرضية، ولكن الكرة ضايعة. وهجمة لعبد الله توفيق للقادسية. راشد رياض الرباح. محسن الموسوي ثلاثية من بعيد، وحلوة من توماس. هذا اللاعب الارتكاز اللي احنا نتكلم عنه. حلوة يا توماس. وما زال العربي القطري 0، القادسية 8. وخالد عبد الباسط، وهناك بلوك شات من توماس، وخطأ لصالح العربي القطري. هذا هو خالد عبد الباسط. الرمية الأولى يسددها خالد، حتى الآن غير موفق. خالد عبد الباسط أول سكور يسجله نادي العربي بعد مرور 3 دقائق ونص.
8-1. نتمنى طبعا يستمر على هذا الحال. يتفوق نادي القادسية. حلوة لتوماس، توماس يعطيها لعبد الله توفيق، ثلاثية ولكن حلوة. الله حلوة حلوة والله، كانت حلوة ولكن طالت على عبد المحسن الموسوي. هذا هو توماس، هذا سليمان خالد بابتسامة جميلة من هذا اللاعب الجميل الخلوق القطري. والكرة لي مصطفى راشد، توصل لفودة، مصطفى فودة. هذا القاسي يلعب دفاع المان تو مان، يحاول يسكر اختراقات نادي. شوف المتابعة الجميلة، وهناك خطأ لصالح اللاعب رقم 26 من النادي قطر، نادي العربي القطري. وهذا هو المحترف. طبعا تسمع الجماهير الموجودة داخل الصالة وتعطيها أجواء جميلة لهذه المباراة. والرمية الأولى للعربي القطري. الرمية الثانية 3 نقاط بعد مرور 4 دقائق لقطر. القادسية توقف عن التسجيل. إلونو، عبد الله توفيق، حلوة، اختراق جميل. والله ماني عارف الكرات اللي قاعدة تضيع بكل سهولة، ولكن لمسها أحد لاعبي نادي العربي القطري. والقادسية الكويتي اليوم يبي يفوز علشان يعني يعوض خسارته من العربي القطري 88-81. وخطأ لصالح إلونو. في تكنيكال فاول. شوف على إلونو، شوف تكنيكال فاول لصالح إلونو. يعني في رميات. الكرة مع عبد الله توفيق لراشد رياض الرباح، يعطيها له، حلوة من بعيد من اللاعب محمد الدخيل. وهجمة من مصطفى فودة، يعطيها لسليمان خالد. سليمان خالد للمحترف إلى مصطفى فودة، يسدد وتضيع الكرة. ريباوند جميل، حلوة. وهجمة للقادسية. يلا يا توماس. شوف أيضا شوف التمريرات، تمريرات سهلة قاعدة تضيع من نادي القادسي، ولكن ياخذها مرة ثانية. شوف توماس، راشد رياض الرباح يحاول. وأيضا شوف الهجمات، تقريبا 4 هجمات يهاجمهم نادي القادسية، ولكن الهجمات تكون هجمات ضايعة ويفقد الكرة. والآن هذا هو جوني أنتوني، تبديل نادي القادسية، خروج راشد رياض الرباح، يكون اللاعب رقم 22 نادي القادسية. مصطفى فودة لخالد عبد الباسط، مقطوع الكرة. شوف هذا الفاول عبد الله توفيق، واضح صالح المحترف القطري النادي العربي عبد العزيز الحميدي. دخول عبد العزيز الحميدي ان شاء الله يعطي فارق في هذه المباراة، ويبتدي يسجل نادي القادسية، لأن نادي القادسية توقف نهائيا عن التسجيل
بعد ما سجل النقطة الثامنة. حلوة. شوف 8-5 الآن. 8-5. والله يعني بالنسبة للفريقين وعلى مستواهم المميز اللي شفناه في المباراة السابقة تقريبا 5 دقائق مرت فقط. 8-5 فهذا يعتبر قليل بحق يعني اللاعب. اوتسايد لنادي القادسية. هذا هو عزيز الحميدي. بانتظار طبعا يكفيني الحكم كازاخستاني طبعا لهم الطاولة والكرة توصل لأشكناني وبدل إلى اللي هو محمد الدخيل. إيلونو، يلا يا إيلونو، ومحمد الدخيل ثلاثية وحلوة. اشكناد المتابعة. الكرة الثانية دائما هي مهمة في لعبة كرة السلة، وقدر نادي القادسية يحصل على هذه الكرة وترجع إلى إيلونو مرة ثانية. سجل. شوف أيضا شوف تمريرات مقطوعة من نادي القادسية حتى الآن. خالد سليمان يتركها لمصطفى. حلوة سقطها داخل الزون فاضي دون مراقبة من لاعبي نادي القادسية. هجمة للقادسية. 8-7 تقلص الفرق الآن إلى نقطة واحدة. إيلونو يلعب دفاع العربي. هذا خطأ. نشوف خطأ على منو. شوف الخطأ قد يكون على إيلونو يعني أثناء تحرك إيلونو. يعني حصل له كوع من إيلونو. اعتقد ما كان قاصد. ونشوف شنو قرار الحكام الآن. يعني بهذا الخطأ قد يتعرض إيلونو إلى خطأ متعمد إذا رجعوا إلى IRS اللي هو الإعادة. شوف هذا ويكفيني. الكازاخستاني يتجه الآن، يتجهون إلى يشوفون شنو صاير في هذا الفاول. هل يرتقي هذا الفاول إلى خطأ متعمد؟ والله كل شيء جايز. شوف يعني حصل له كوع من اللي هو إيلونو. قد يكون الكوع هذا غير مقصود أو مقصود. يقررون الحكام، وراح نشوف الحكام ايش راح يقولون على هذا الخطأ. ايش يقررون؟ انا عندي يعني مبينه راح يحتسب خطأ متعمد. واذا احتسب خطأ متعمد راح تكون هناك مشكلة على منو؟ مشكلة على إيلونو. اي خطأ ثاني راح يتعرض له إيلونو راح يكون طبعا يدخل في مشكلة اللي هو الخطأين متعمدين، ثم يستبعد في المباراة يعني نفس المباراة. إذا عمل خطأ خلاص ما راح يكمل، يعتبر كأنه عمل 5 أخطاء شخصية. طبعا خلاص اتخذ القرار خطأ متعمد على إيلونو. راح ينفذ. هذا هو إيلونو. طبعا تم إخراجه. يسدد ويسجل. تعادل. بدأ القادسية بداية جدا مميزة، ولكن يعني ضيع الكثير من الهجمات، يعني سواء بفقد الكرة أو أن قطعها الفريق الخصم. و توماس ويدخل اللي هو إيلونو. ماكو تبديل أثناء تنفيذ الرميات الحرة، وما
ما زال أولولو في الملعب ويسدد وحلوة. الآن تعادل 8-8 والكفة تساوت كأنه تونا بادين المباراة. باقي 3 دقائق و57 ثانية، يعني 4 دقائق والقادسية لم يقدم حتى الآن، يعني كما قدم في أول 3 دقائق بتقدم 8-0. الكرة توصل لمصطفى فودة والقادسية يحاول إيقاف خطورة اللاعبين، وشكناني يعطيها حلوة ولا لعبد العزيز الحميدي، توصل لي المحترف اللاعب رقم 22 وشكناني يخلصها. اشكناني يقول حق المحترف انت شايف عطني اياها انا، شوتر شاطر حطها حلوه 11-9 ثلاثيه جميله من موسى وتضيع الكره. توماس شوف الكره قاعده، والله يا ان الكره فيها شيء قاعد يعني يفقدها فريق نادي القادسيه بالدربل. ضايعه من اشكناني، توصل لخالد عبد الباسط، هجمه لي نجوم نادي العربي القطري. خالد عبد الباسط، خالد سليمان، شوف شلون الزون شوارع في نادي القادسيه، خطوط مفتوحه، ما في تسكير على هذا اللاعب. هجمه للقادسيه، عزيز الحميدي 11 1 والكره الحميدي يقول بخليها 14 ولكن توصل لموسي. ديروا بالكم على موسي لاعب خطير، وخالد عبد الباسط ايضا من اللاعبين، وخالد سليمان شوف ثلاثيه من بعيد وتوصل لتوماس. هجمه للقادسيه لجوردن، دخول حلوه، اشكناني سدد حلوه من اشكناني، سددها محمد اشكناني. أفضلية حاليا للقادسية 13-11. موسي خالد عبد الباسط يعطيه لخالد سليمان لموسي لاعب خطر، شويت ثلاثيات حلوة. شوف قلت لكم الزون ما في أي تغطية لهذا اللاعب المميز من نادي العربي القطري. حلوة الكرة مع القادسية، دفاع من توصل لتوماس، ضايعة من توماس. خالد سليمان من العربي القطري، موستي لخالد عبد الباسط وضيع الكرة توماس. وهجمة لنادي القادسية توصل لعزيز، يلا يا عزيز سجل لك ثلاثية والتعادل 13-13. خالد عبد الباسط يعطيها لموسي، هو مصطفى راشد المشهور بموسي، لاعب المنام السابق ولاعب العربي القطري. موسي قلت لكم ان تركت موسي راح يكون عندك بلس بالسكور 16-13. ريتشارد مع الكرة يعطيها لأشكناني، ثلاثية من بعيد، توصل الكرة بأحضان خالد عبد الباسط من العربي القطري. شوف متروك موسي لا هو عمر فودة، عبد الرحمن فودة، مصطفى فودة ويتدخل مدرب نادي القادسية بطلب وقت مستقطع بعد ما تقدم العربي القطري بنتيجة 19-13. وعشان نشاهد معاكم بعض اللقطات الجميلة والتايم اوت لصالح نادي القادسية. طبعا دور المدرب جوزيف أنتوني توجيه. شوف when they come off the on ball screen, you're going way out here. 26 is rolling to the basket. Whoever's on this side, the keel, that was you one time. That was you one time. Y'all got to tag him. When the ball's coming this way, you're over here. You got to be in this position. هذا الهجوم، هاي طريقة الهجوم. شوف الآن ايش راح يقول لهم بالدفاع. Guys, they got no big men. 26 is a 4-man. Try to get the ball to the basket. Go hard,
strong to the basket. All we want to do is shoot 3 pointers right now. تحت السلة خليه يسجل علينا في Stay with your man. Let's go guys, let's go guys. Here we go. Defense on 3, 1, 2, 3. Defense. انتهى الوقت المستقطع واستكمل معاكم احداث الربع الاول في هذه المباراة. ارت يومز طبعا هو اللي مسجل 11 نقطة. لاعب ارت يومز اللي طبعا حصل له كرات داخل منطقة الزون. اشكناني افضل مسجل ب5 نقاط لصالح نادي القادسية. شوف توصل الكرة لعزيز الحميدي، مراقبة خالد اللاعب رقم 11 اللي هو عبد الرحمن عبد الحليم ويسجلها حلوة. 19 15 4 نقاط لا تعطي العربي فرصة يفرق. آخر 20 ثانية الكرة مع موسي لاعب رقم 73 مصطفى راشد. شوف يحاول يخلصها ثلاثية مصطفى، قلت لكم ان تركت مصطفى راح يسدد، وتوماس يعطيها لعزيز. عزيز يلعبها حلوة 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 يسجلها عبد الله توفيق. هذا هو عبد الله توفيق لاعب رقم 10. شوف التسجيل والتمريرة الحلوة اللي لعبها عزيز، ما تأنى فيها وأعطاه وسجل نقطتين سهلين في آخر ثواني من هذه المباراة. انتهى الربع الأول أعزائي المشاهدين، وبانتظار مع بداية الربع الثاني 19-17. أنا عندي إحصائيات يعني بالتو بوينت القادسية عنده نسبته 71%، في نادي العربي القطري عنده 30% بالنسبة للإحصائية. نروح على الثلاثيات. شوف النسبة اللي عند العربي القطري 28.57، القادسية عنده 16 و67 أفضل العربي. نشوف في الفاول شوت. عودة معكم أعزائي المشاهدين، وعندنا بعض يعني الإحصائيات حتى الآن. مثل ما شفنا أفضل مسجلين بالفريق القطري اللي هو ارت يومز، وأفضل مسجل في نادي القادسية الكويتي محمد اشكناني. عندنا الإحصائية تقول الفاول شوت لنادي القادسية 100%، والفاول شوت نادي العربي القطري 70%. بس الثري بوينت 28% فاصلة 57، القادسية فقط 16.57. وعندنا بالتوشات 30% لقطر، 71 القادسية. يعني القادسية يعتمد على التو بوينت أكثر من 3 بوينت. وارت جونز مع الكرة، ارت يعطيها لأربعة مصطفى لارت. شوف هو اللي حاط سكور 11 نقطة، قاعد يركزون عليه. الكرة تعود للقادسية، هجمة للقادسية مع هنري، توصل لهنري. راشد رياض الرباح اللي عزيز الحميدي، الدخول على خالد سليمان، يحاول يقطعها منه خالد سليمان، ولكن تعود لعبد الرحمن خالد عبد الباسط لعبد الرحمن. حلوة من موسى، حلو الدخول جميل موسى لاعب 73. والكرة مع هنري يعطيها لتوماس. راشد رياض الرباح اللي عاد مع بداية المباراة. توماس العربي مسكرين ثلاثية من بعيد، حلوة من عبد الله توفيق النجم
المتألق بالثلاثيات عبد الله توفيق السعيد، والكرة مع موسي يعطيها لخالد سليمان يحاول. شوف الآن بدأ المدرب يقول العب على اللي هو توماس أرتيومس. ويمنع خطورة هذا اللاعب اللي مسجل حتى الآن أمامي 10 نقاط. عبد الله التوفيق الآن هو أفضل مسجل في نادي القادسية ب9 نقاط في بداية الربع الثاني. أرتيومس مع الكرة لخالد سليمان، عبد الله التوفيق معاه، توصل الكرة إلى موسي لا تترك موسي، راح يلسع لك ثلاثية. شوف الكرة مع موسي مع عزيز الحميدي، وموسي يعطيها لفودة، وتضيع الكرة من مصطفى فودة لهنري راشد رباح. يلا يا عزيز فاضي مرتاح يسدد وضايعه وياخذها اللي هو موسي، يعطيها لمصطفى فودة. عبد الرحمن خالد الى خالد سليمان، سجد. حلوه والله، كبير خبره يا خالد سليمان، يسجل له ثلاثيه. والعربي القطري 24 القادسيه يعاني بال20. الكره مع هنري يسدد وضايعه، ما في متابعه من لاعبي نادي القادسيه. الكره توصل لخالد سليمان، افضل نادي القطري بعد الاربع دقائق الاولى من الشوط الاول. وحاليا عبد الحليم مع هنري، عبد الحليم، وشوف توماس مراقب أرتيومس. الكرة مع خالد سليمان، ثلاثية. يعني لا يا خالد، كبير يا خالد سليمان، ثلاثية جميلة في سنة نادي القادسية 27-20. عزيز الحميدي حتى الآن لم يوفق بالثلاثيات. شوف راشد رياض الرباح معاه يسدد ثلاثية قصيرة، توصل لعبد الرحمن عبد الحليم. مصطفى فودة، لاعب قصير ولكن يعني يمررها لعبد الحليم. عبد الرحمن عبد الحليم يسدد ثلاثية من بعيد. خالد سليمان صاحب الثلاثيات يعطيها حق منه؟ حق عبد اللي هو فودة، مصطفى فودة وارتموس، وخطأ يحسب الحكم لارت جومز. مسجل حتى الآن 10 نقاط. عبد الله توفيق 9 نقاط، أفضل مسجل بالفريق للقادسية. وهذا الخطأ درب كابتن حاتم مملوك من نادي العربي القطري. أرتيومس يسدد ويسجلها. أفضل عربي حتى الآن، لعب مباراة كبيرة، مباراة السابقة مع نادي المنامة، ويسجل حلوة 200. أرتيومس 29-20، والحكم يوقف المباراة اللي أعتقد لخلل في 24 ساعة 24 ثانية. شوف يقول تبقى 13. نشوف الساعة على اليمين، شوفوا معي تطلع الساعة على جهة اليمين، لو ساعة الهجمة 19. الكرة الآن لصالح اليوسف من نادي القادسية، حلوة لعبد الله التوفيق، لعبه هوك شوت. يا سلام يا عبد الله، حلوة. هذا عبد الله التوفيق اللي احنا نعرفه، لاعب يأدي ولاعب كبير في المنتخب الوطني الكويتي. والكرة مع مصطفى فودة إلى موسي مراقبة محسن، وهناك خطأ على اللي هو اللاعب صالح اليوسف. هذا هو خالد سليمان لاعب المتألق صاحب الثلاثيات. شوف هذا مصطفى موسي، وخطأ على صالح مصطفى موسي. 3 أخطاء على نادي القادسية الآن. الكرة توصل لعبد الرحمن
عبد الحليم. الكرة توصل لعبد الرحمن، فاضي عبد الرحمن يسدد على راحته. شوف ما في متابعة من نادي القادسية، توصل لمصطفى فودة. موستي يا موستي ويسجلها موستي. انت رك موستي لاعب عنده الكثير وصاحب الثلاثيات القاتلة. ويتدخل مدرب نادي القادسية ويطلب وقت مستقطع بعد ما استطاع نادي العربي القطري بفرق 10 نقاط، 32 مقابل 22. وأفضل مسجل للعربي القطري أرت جونز وعبد الله السميشي. We just switched. I was down here. He was telling me to switch. I was trying to run. I was going to be late. Well, then you need to be up there. Guys, whoever's setting the screen on 73, we got a hard edge. What don't we know about that? He's got 3 threes first half. Come on, man, this is mental. Shit. We're not there. Get through the football. I'm not going to keep taking the blame, bro. Let's go, guys. Let's go. الملكي. وأفضل نادي العربي القطري بالإحصائيات القادسية هو الأفضل، ولكن بالفريات العربي القطري 38.4% القادسية 20%. وراح نقول لكم إن شاء الله بعد إحصائيات أكثر. هذا هو المدرب قدر يوقف خطورة نادي القادسية. الكابتن حاتم منوف. توصل الكرة لمصطفى لصالح اليوسف، حلوة من عبد المحسن الموسوي من 2 بوينت يسجل، يخلص الفرق الآن ل 8 نقاط. حاول تقطع الكرات هنري مع مصطفى فودة. شوف يعني المدافع يلحق المهاجم، هذه المشكلة. ولكن هناك خطأ هجومي. صالح اليوسف ياخذ خطأ من اللاعب مصطفى فودة. شوف صالح متمركز واقف، وخطأ هجومي وقرار سليم. واللاعب يقول ان صالح يوسف كان موجود داخل اللي هو السي بي سيركل للخط القوس الداخل، ولكن لا، صالح كان برا وقرار سليم. هنري لعبد الله توفيق النجم حتى الان المتألق عبد الله توفيق. حلوه، ياخذ فاول عبد الله توفيق. الشوط الاول كان للعربي 19-17 حتى الان. العربي مسجل افضل 13 في الربع الثاني، والقادسية مسجل فقط 7. هذا هو اللي اعطى الفرق لصالح النادي العربي القطري. عبد الله توفيق يا سعيد، وخلي جمهور القادسية سعيد اليوم يطلع من الصالة مستانس وفايز في هذا اللقاء. الرمية الأولى ناجحة من عبد الله توفيق السعيد، وهذه الرمية الثانية لعبد الله. وحلو، يعجبني اللاعب اللي بكل ثقة ويسجل. وتدخل الآن مدرب النادي العربي القطري الكابتن حاتم مملوك بطلب وقت مستقطع، لأن بدأ نادي القادسية يخلص الفرق من 10 نقاط الآن إلى 6 نقاط. هناك إحصائيات كثيرة، خلونا نشوف شنو عندنا من إحصائيات. طبعا الكابتن حاتم يوجه لاعبينه، وطبعا يتكلم عن كان متقدم، ولكن شوف الان يعني انا امامي صورة اللعب، انا قاعد اشوفها فريق شايد 4 سجلهم نادي القادسية، شايد فقط 2
او ثلاث سجل 3 رميات. وتركيز العربي القطري داخل منطقه الزون، مسدد تقريبا 15 او 20 رميه، مسجل 4 داخل منطقه الزون، ولكن اعتماده على الرميات الثلاثيه. وخالد سليمان ومع تو الناس على المباراه قادر يعود الاصفر الملكي. وشوف الكره مع موسي شوف يحاول خالد سليمان يعطيها لمصطفى فوده، حلو يا صالح اليوسف، ريباوند لي عبد المحسن الموسوي لعبها لهنري، ترجع لإيلونو، يحاول إيلونو يخترق، ولكن عبد المحسن الموسوي يسدد وتضيع الكرة. حلوة صالح يوسف. ار جونز ياخذ خطأ، هذا الخطأ الرابع. بعد هذا الخطأ راح يكون أي خطأ على نادي القادسية راح يكون تساهل. واضح مع أن ار جونز هو اللي كان ماسك صالح اليوسف، ولكن يبقى القرار الحكم. خالد سليمان يعطيها لمصطفى فوده. شوف ارت فاضي. شوف والله يعني لو ان صالح ما لمسه كان وصلت الكره لارت جونز. وهذا خالد سليمان لاعب الكبير في نادي العربي القطري. مصطفى لخالد عبد الباسط، خالد سليمان يحاول يمررها لخالد، ولكن بالخطأ. ما زال السكور 6 نقاط لصالح العربي القطري. طبعا احنا لما نقول العربي القطري عندنا ايضا العربي الكويتي، كان له صولات وجولات امام نادي القادسيه من بدايه يعني السنه من الستينات والسبعينات حتى الثمانينات. وهجمه للقادسيه لهنري، يعطيها لمحسن الموسوي. شوف الدفاع العربي جدا ممتاز، جدا ممتاز دفاع. هنري ثلاثيه من بعيد في اخر ثانيه ويسجلها. حلوه يا هنري، يلا يا هنري. 32 مقابل 29 وخلص الفرق الان الى 3 نقاط. حلوه للقادسيه، يلا يا شباب. الان العربي مسجل 13 نقطه، القادسيه مسجل 12 افضل، وهذه ان شاء الله راح تكون، ولكن يقطعها من عبد الله توفيق. قدر نادي القادسيه يخلص الفرق الان. شوف الان بالربع الاول كان 19-17، الان 13-12 بالربع الثاني. بدا يتقدم نادي القادسيه، يكون افضل، يسجل. كره سهله قاعده تضيع، الكره لأولونو يعطيها لعبد المحسن الموسوي. عبد المحسن لهنري، يلا يا هنري، ثلاثيه يا هنري، وتضيع من هنري. حلوه عبد الله توفيق، يلا يا محسن، الدرايف يا محسن، يعطيها لصالح اليوسف بكل ثقه وامان. تصل لصالح اليوسف ويسجل نقطتين ويخلص الفرق الى نقطه واحده. مصطفى فوده صانع العاب مميز في النادي العربي القطري. خالد سليمان الخبير الكبير، وشوف اللاعب صاحب المهارات الجميله لخالد عبد الباسط. مع صالح اليوسف، شوف اختراق ويحاول إيلونو، ولكن داخل السيمي سيركل ما فيها فاول. خالد سليمان ثلاثيه ضايعه، يحاول ياخذها ار جونز، ولكن تصل الى هنري. راقبه موسي لاعب مميز. شوف هنري، والله يا ان الكره فيها شيء والارضيه فيها شيء، يعني اكثر من كره يفقدها نادي القادسيه بسبب يعني لما يعمل دربل تضيع الكره تتجه الى اتجاه اخر. واحد يقول ممكن يكون الكره فيها مشكله، ممكن بعض المرات اذا ما كانت الكره يعني المستوى النفخ اللي فيها الهواء قانوني ممكن يؤدي لمثل هذه الحالات. الكره مع خالد عبد الباسط، عبد الرحمن عبد الحليم، مصطفى فوده، مصطفى يلعبها ولكن خطا. رميتين
مع اللاعب القطري كابتن حاتم مملوك. حتى الان اداء مميز بالدفاع للعربي القطري، وايضا بالهجوم بثلاثيات ناجحه من مصطفى وايضا من موستي. سدد مصطفى والرميه الاولى ضايعه. الان دور الريباوند. احجز يا اولونو، احجز يا توماس، وحاول تاخذ الكره اذا مايت، والكره يسجلها حلوه. نقطتين الان، باقي دقيقتين و34 ثانيه، 30 ثانيه. راشد الرباح الى اللي هو توماس عبد الله توفيق. اللعب ايلونو حلوه، ايلونو روح على السله يا ايلونو، ويقطعها خالد عبد الباسط. شوف يعني انت فقدت نقطتين، هذه تعتبر عندنا احنا في كرة السلة 4 نقاط، ولا حصل الكرة الثانية خذاها منك وسجلها، وفعلا شوف الان سكور 4 نقاط 35-31. عبد المحسن الموسوي اخر دقيقتين، ايش راح يسوي نادي القادسية؟ محسن الموسوي يعطيها الى ايلونو الى محسن، يبي القادسية ثلاثية ولا يلعب على التوشات، يمررها لايلونو، ولكن طالت وانقطعت الى موستي رايح على السله ويعطيها لارتيومز مع توني. ياخذ لنا فاول. شوف ووك، والله هي ووك، والله فيها ووك، ولكن خطا ل ارتيومز. والله يعني فيها خطا وفيها ووك، ولكن يبقى القرار لحكم المباراة. يكفينا من كازاخستان سالم هادي من ايران، وعندنا احمد الشويلي من العراق، واداره حتى الان جيده لهذه المباراه. وبدا يتقدم العربي القطري 45 مقابل 31. حتى الان 16 مسجل في الربع الثاني قطر. القادسيه مسجل 14، يعني سكور متقارب. وهذه الرمية الناجحة من ارتيومز. نشوف الرمية الثانية. هذا هو مدرب نادي القادسية جوزيف أنتوني. حتى الآن غير موفق دفاعا وهجوما، غير موفق القادسية في الدفاع والهجوم، بفقد الكثير من الكرات في الربع الأول والربع الثاني. توصل الكرة إلى توماس، يعطيها هنري مع الكرة رايح على السلة. هنري شوف وضع ياخذها هنري مرة ثانية. طبعا عبد الله توفيق ثلاثية يا عبد الله يا توفيق يا سعيد، وانت سعيد يا سلام عليك. حلو يقلص الفرق الى نقطتين. عبد الله توفيق السعيد لاعب نادي كاظم السابق ولاعب نادي القادسية الحالي. والكرة للعربي محمد اللي هو مصطفى فودة لعبد الرحمن عبد الحليم، وتوصل لهنري. يلا هجمة قساوية ملكية من اللاعب محمد الدخيل، وتوماس ضايع سعيد فيها توماس. نقطتين الفرق الان، باقي 40 ثانية. خالد عبد الله حلوة الدخيل يعطيها لراشد. عطى حلو يا توماس. يا سلام على الدنك الجميل. الله خلينا نشوف الإعادة إذا كان في إعادة. خلينا نشوف الدنك الجميل. تعادل 36 مقابل 36 حتى الآن. نتيجة تعادل بين الفريقين. حلوة قادسية عاد، نبيه يعود، نبيه دائما نستمتع باللقطات الجميلة والسكور الجميل. هذا الكابتن حاتم مملوك مدرب العربي القطري، وتوجيهات وتعليمات حتى الآن. نشوف
القادسية أفضل، مسجل 19-17. شوف الربع الأول العربي مسجل 19-17. الحين باقي ثواني الأخيرة القادسية وهو مسجل 19-17 نفس السكور، بس للحين ما انتهى الوقت المستقطع اللي هو الثاني. القادسية حتى الآن النجم المتألق الجليل الأسمراني عبد الله توفيق مسجل 18 نقطة، في المقابل آرت جونز مسجل 13 نقطة أفضل مسجل. والخطورة هنا عند آرت جونز وعند موستي اللاعب الخطير اللي يتميز بالثلاثيات. وانتهى الوقت المستقطع وتابع معاكم الثواني الأخيرة. هل يسجل العربي القطري ويأخذ الليدنج 36-36، باقي 32 ثانية والكرة توصل إلى مصطفى فودة مراقبة الدخيل، محمد الدخيل لاعب نادي اليرموك السابق ونادي القادسية الحالي. الكرة لخالد عبد الباسط، دير بالك على موسي، دير بالك على موسي يا هنري. آرت جونز توصل لخالد سليمان، خالد سليمان بيسدد ثلاثية ولكن تضيع توصل لتوماس إلى هنري، من الدخيل إلى هنري. الكرة لعبد الله توفيق يلعبها لهنري وينتهي أعزائي المشاهدين الشوط الثاني أو الربع الثاني 36-36. حبايب الفريقين بذلوا مجهود طوال الربع الأول والربع الثاني. هناك استراحة ناخذها ونعود نستكمل معكم أحداث الربع الثالث والرابع. تحياتي وليد محارب القحطاني. سالم صباح في منطقة صباح السالم، وهذا اللقاء اللي يجمع بالأحمر النادي العربي القطري، الأصفر الملك القساوي عبد المحسن الموسوي. تضيع من الكرة ياخذها خالد عبد الباسط، خالد عبد الباسط يلعبها له آرت جونز يسجلها. والله عامل مشكلة هذا آرت جونز في سلة نادي القادسية حتى الآن، هو أفضل مسجل في الفريق اللي هو آرت جونز مسجل 15 نقطة. عبد الله توفيق مسجل 18 نقطة وهجمة للعربي القطري. طبعا هذه المجموعة تضم الاتحاد وأيضا المنامة، حلو يسجلها. وحاليا تقام المباراة بين المنامة والاتحاد، المنامة متقدم 31 مقابل 18 للاتحاد. سبع نقاط وهذه المباراة السادسة تقام اليوم، والكرة تطلع اوتسايد صالح نادي القادسية. راشد رياض الرباح مع الكرة. راشد طبعا ذكرنا اللاعب الكبير سعود راشد الرباح اللي هو المرحوم سعود راشد الرباح، والد اللاعب فهد الرباح الله يتقبله وسيع ظناتي. ذكرنا وانا يعني استمتعت، لعبت معاه مواسم طويله في نادي القادسيه. وهذا طبعا ابن عم سعود الرباح، راشد رياض الرباح. وتطلع الكرة اوتسايد لصالح نادي العربي. هذا هو خالد سليمان اللي عامل لكم مشاكل اليوم بالثلاثيات، اللاعب الكبير الخبير الخبرة في نادي العربي القطري. موستي لخالد عبد الباسط واختراق من خالد، بلوك شوت جميل توصل لإيلونو، إيلونو يعطيها لي عبد المحسن. القادسية دائما يعني واحد يشوف نادي
القادسيه لما يفرض موسكو يعتمد على الفاست بريك. ماني عارف ليش القادسيه اليوم اداء بطيء في ترانزيشن من الدفاع للهجوم، والموسوي يسجل ويرجع الفرق الى نقطتين 40 مقابل 38. الكره مع موستي، شوف الدفاع لمصطفى فوده، ومصطفى فوده يحاول يخترق، وهناك خطأ على راشد رياض الرباح. هذا الخطأ الأول في الربع الثالث. راشد رياض الرباح كان لاعب في نادي الكويت، لعب في المراحل السنية في 15 و 16 وأيضا في فرق 19، وأيضا شارك مع الفريق الأول وحقق العديد من البطولات مع نادي الكويت، وانتقل الموسم الماضي إلى نادي القادسية. ودخول محمد الدخيل لاعب نادي اليرموك سابقا ونادي القادسية الحالي، والكرة عند مصطفى فودة إلى موستي مع الكرة، ويا موستي يلعبها تمريرة حلوة لخالد عبد الباسط للخبير خالد سليمان، ونشوف خالد واختراق ويسجل. حلوة 42-38. هذا هو خالد عبد الباسط نجم العربي القطري. إلونو توصل لمحمد الدخيل، ايضا محمد الدخيل تميز بالثلاثيات. هنري يلا يا عبد المحسن الموسوي ركز، ومقطوع. شوف هذه التمريرات دائما القادسيه يفقد الكرات، يعني يا انه ما يكمل هجمه وتطلع الكره اوتسايد ترجع له مره ثانيه، او انه يحصلها الفريق الاخر كتيرن اوفر في التمرير. لكن الكرة اللي صار حد القادسية، شوف لمسها اللي هو مصطفى فودة. ثلاثية ضايعة توصل إلى إيلونو، لكن آرت جومز يقول له عندي. خالد سليمان يقول الكرة عندي، يعطيها مصطفى راح يخترق، يعطيها مصطفى فودة. خالد سليمان فاضي الخبير، حلو من خالد سليمان القطري من نادي العربي القطري، يسجل ثلاثية. 45 مقابل 38، 7 نقاط. عبد الله توفيق السعيد هل يعود؟ خطأ متعمد على عبد العزيز الحميدي، وعلى طول قرار بدون الرجوع الى الاي ار اس. شوف يحتسب الحكم اللي هو هادي سالم هادي من ايران، وعندنا الحكم الاول هو يكفيني من كازاخستان. هذا هو عزيز الحميدي، يتأسف من اللاعب جانب من الحضور لهذا اللقاء في هذه الصالة، صالة الاتحاد الكويتي الرياضي، وفي مجمع الامير الوالد الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح رحمه الله في منطقه صباح السالم. وننقل لكم هذه المباراه اعزائي المشاهدين عبر قناه كويت سبورت من تلفزيون دوله الكويت، ومن هنا من منطقه صباح السالم. حلوه يسجلها فوده. هذا جانب من اطفال السمر الحلوين الموجودين داخل ارضيه الصاله، الجميع حضر، اطفال ونساء ورجال وشباب وشياب، الجميع. هذا هو انتوني اليوم ما نعرف شنو راح تلعب يا انتوني. فاست بريك للنادي القادسيه حتى الان معطل. هل خطه مدرب نادي العربي القطري يوقف خطورة الفاست بريك للنادي القادسية؟ لأنه هو يعتمد على الفاست بريك. حاتم مملوك الكابتن يعني حتى الآن موقف خطورة نادي القادسية في الهجوم المرتد السريع، الترانزيشن من الدفاع إلى الهجوم، وهناك خطأ لصالح آرت جومز. طبعا ياخذ وقت راحة، ما في شيء ياخذ راحة وراح يقوم بالسلام. شوف لا ما في شيء، يعني تلاحم بسيط. و ارجومز اوتسايد للاحمر القطري حتى الان هو الافضل في هذه المباراه، فاز في اللقاء الاول بنتيجه 88-81. الكره توصل لخالد عبد الباسط، توصل لمصطفى فوده.
حلوة يحاول يقطعها عزيز الحميدي ولكن توصل لمصطفى فودة. خالد سليمان ثلاثية. لا 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 يا خالد، اليوم انت متألق يا خالد يا كابتن يا كبير. 49-38، 11 نقطة للعربي. عاد صنع الفرق نفس ما عمل في بداية الربع الثاني. هذا هو إيلونو. حلوة إيلونو يعني أعلن إسلامه و يعني سمى نفسه مبارك يعني كاسم بديل عن إيلونو، ولكن ما زال الاسم موجود على فنينة إيلونو. حتى الآن أفضل مسجل. يعني شوف عندك محترفين اثنين في نادي القادسية، ولكن عبد الله توفيق هو صاحب أفضل تسجيل 16 نقطة في المقابل ارت جونز اللي هو اللاعب رقم 26 اللي امامنا. وهذا هو موستي مع إيلونو. شوف حاول يمررها لارت جونز، ولكن خالد سليمان يقول لهم انا موجود. شوف هذا نادي القادسية، شوف اللعب السريع شوف. ولكن ما زلت اقول هناك تمريرات كثيرة قاعدة تضيع من نادي القادسية. توماس يعطيها لمحمد الدخيل وما هي ماشيه مع محمد. شوف يا سلام يا إيلونو. هذا هو إيلونو ما يثنيها الكرة الثانية. شوف لما تقول الكرة الثانية، هذه الكرة الثانية تحتسب عن 4 نقاط. طبعا مو بالسكور، ولكن لانك حصلت على الكرة وسجلت، ما ضاعت منك الكرة. خالد سليمان توصل ل مصطفى فودة. مصطفى في خطأ على ارت جونز لصالح محمد الدخيل. شوف حجز من لاعب يعني صادوك هالمرة. خطأ للقادسية. هل يعود القادسية؟ سيعود ان شاء الله ويفوز في هذه المباراة. خلينا نشوف ايش كناني ودخول هنري. تبديلات يجريها مدرب نادي القادسية. العب الفاست بريك، حاول تلعب فاست بريك سريع وتحط سكور سريع. والكرة مع عزيز الحميدي رايح على سلة عزيز، ويا سلام عليك يا هنري. الكرة الثانية والتيبنج الجميل، ويقلص الفرق الآن إلى 5 نقاط. 49-44 إلى مصطفى فودة إلى خالد سليمان. العبها حلوة لموسي، ولكن ياخذها عبد الحليم. وهناك خطأ. هذا الخطأ الرابع على نادي القادسية. اوتسايد. ما في تسديد. الآن أفضل مسجل في المباراة ما زال عبد الله توفيق ب 17 نقطة، وارت جونز صار 16 نقطة. هم يتنافسون على الهداف هذه المباراة. الكرة للعربي القطري خالد سليمان إلى مصطفى فودة. راكبين موستي. راشد رياض الرباح خطورة موستي. وشوف الآن توصل الكرة بالخطأ إلى هنري، يعطيها لراشد. روح. هذا نادي القادسية اللي أنا قاعد أقول لكم عنه من زمان. هذا هو نادي القادسية. تبي تفوز العب بهذه الطريقة، العب الترانزيشن. نادي القادسية يتميز منذ نشأته من كل لاعبين في نادي القادسية. نادي القادسية مشهور ويعتمد على الفاست بريك السريع واللعب السريع والاختراقات الجميلة. وهذا راشد رياض الرباح حلو يسجلها، يقلص الفرق إلى 3 نقاط. شوف عندنا الآن بالشوط الأول القادسية سجل 17، العربي سجل 19. بالشوط الثاني القادسية سجل 19 والعربي سجل 17. الآن بالربع الثالث عندي أنا أمامي بالإحصائيات نادي العربي مسجل 13، القادسية مسجل 10. وهذا هو الفرق اللي هي فرق ال3 نقاط لصالح العربي. لكن لعبة كرة السلة الربع الرابع هو الربع الحاسم. يعني خلاص ما في وراء وقت زايد. هذا هو الحكم سالم هذه
الإيراني وأيضا الحكم العراقي أحمد السيستاني هو قائد الطاقم عربي ريباوند everybody on rebound. وشوف مدرب يقول لهم ريباوند اخذ الريباوند ومس الريباوند مع الانطلاقه السريعه من الدفاع الى الهجوم عن طريق الترانزيشن، تحويل الدفاع الى الهجوم، هجمه مصطفى فوده مراقبه محمد الدخيل. خل اللاعب امامك، لا انت اللي تدور اللاعب وتلحق اللاعب. مصطفى اللي موسى يعطيها، شوف مصطفى فوده فاضي ثلاثيه ويسجلها. لا تترك اللاعب يشوت على راحته الكره مع راشد رياض الرباح. ايلونو لهنري لراشد، يلا يا راشد، اختراق من راشد وهوك شات جميل ويسجل له كره سهله راشد رياض الرباح. وبادي نادي القادسيه الان يحاول تقليص الفرق وياخذ الليدنج ان شاء الله راح يقدر ياخذ الليدنج في اخر 3 دقائق و28 ثانيه. وشوف مصطفى فوده في اخر 10 ثواني ريباوند حلوه يا هنري، العب يا محمد الدخيل، رايح على راشد رياض الرباح ثلاثي. يا الله 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 عليك، حلوه يا راشد رياض الرباح ثلاثيه. الفرق الان نقطه. يلا يا ابناء القادسيه، يلا يا ابناء حولي نادي القادسيه منطقه حولي. وهذا خطا على راشد، وهناك رميتين لان على نادي القادسيه اكثر من 4 اخطاء شخصيه وخطأين فقط على نادي العربي. شوف واضح ما له داعي يا راشد، عملت لك ثلاثيه جميله ولكن اعطيت فرصه الان حق موسى. يلا يا موسى، خلينا نشوف موسى. شوف تبديل خروج محمد الدخيل، دخول عبد الله توفيق. اعتقد الان سيلجا مدرب نادي القادسيه الى الفاست بريك بتواجد عبد الله توفيق لاعب سريع، راشد رياض الرباح، ايضا محمد شكناني، هنري. ونشوف موسي سجل موسي لاعب مميز 54 بس حتى الان ما ظهر معاي كافضل هداف. ما زال ارتيومز هو افضل مسجل. هجمه للقادسيه، ايلونو يتميز في الثلاثيات بهذا المكان، عبد المحسن الموسوي مع اللي هو فوده مصطفى فوده. شوف اشكناني يلعبها بالخطا، هذه الكرات الثانيه اللي قاعده تضيع. مصطفى فوده لموسى لخالد عبد الباسط، وخطا على محمد اشكناني لاعب نادي كاظمه السابق ولعب لنادي الجهره ولعب للمنتخب الوطني وانتقل الى نادي القادسيه من تقريبا اكثر من موسم. وطبعا يعطي اضافه لنادي القادسيه محمد اشكناني لاعب كبير. خالد عبد الباسط يسدد ويسجل. شوف الرميات الحره هي من سوف تقلب الموازين في هذه المباراه. الرميه الثانيه ضايعه، شوف ما في متابعه من لاعبين نادي القادسيه. خالد عبد الباسط انحط ثلاثي راح يصير 58، حط ثنتين راح يصير 57. يسوي يا خالد. شوف عبد الرحمن عبد الحليم مع هنري وتضيع ايلونو. يلا يا محسن الى هنري، الى ايلونو فاضي يتميز في هذا المكان. ايلونو سدد يا ايلونو، سدد لك ثلاثيه تقلص الفرق لصالح نادي القادسيه 55-51. اشكناني وتطلع الكره اوتسايد، يقطعها اللاعب الكبير خالد سليمان. هذا هو محمد شكناني، تبديل لمحمد شكناني، يخرج محمد شكناني. نشوف من البديل صالح اليوسف، الكره لهنري يعطيها لصالح اليوسف الى هنري مع خالد عبد الباسط. حاول تخترق يا هنري، ثلاثيه الله عليك، حلوه كذي، حلوه يا هنري، حط سكور، سجل. و 55-54 نقطه وموسي. و
رافع عبد المحسن الموسوي، موسي يعطيه عبد الحليم، خالد سليمان، وشوف شوف 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 يعني موسي قاعد تحت السله فاضي ياخذ الكره ولاعب قصير لا ويسجل نقطتين. يعني اخطاء في الدفاع اليوم يعني كثيره من نادي القادسيه. هنري 57-54. هنري مع الكره، إيلونو فاضي، شوت يا إيلونو، يعطيها لمصطفى لعبد المحسن الموسوي، حلوه يا سلام عليك يا عبد المحسن الموسوي، اسيست جميل الى إيلونو، حلوه من إيلونو. يلا نخطف نقطه، نحاول نقطع هذه الكره ونحاول نتقدم الان، باقي دقيقه عن نهايه الربع الثالث. شوف خالد سليمان وخطا على صالح اليوسف، 4 أخطاء شخصية. شوف المدرب يقول لهم لا تسوون فاولات، علينا 4 أخطاء شخصية. وهناك رميتين لخالد سليمان راح يسدد، هذا هو الكابتن حاتم مملوك. حتى الآن إدارة متميزة في هذه المباراة، أفضل من المدرب نادي القادسية توني. حتى الآن لم يجد حلول للتقدم، وأنت تلعب على أرضك وبين جمهورك، والكرة الأولى ضايعة من خالد سليمان، والرمية الثانية من خالد سليمان. شوف يطلب إعادة ما فيها إعادة. خالد سليمان ما عليه، أنت نجم متألق في هذه المباراة، سجلت العديد من الرميات الثلاثية، وكمل هذه هي الرمية الثانية. باوند يا جماعة، ريباوند وحلوة يسجلها خالد سليمان. هذا هو لاعب كبير في نادي العربي القطري. هنري مع خالد عبد الباسط، يلا يا إيلونو العب، حلوة محسن إيلونو، يلا ثلاثية من صالح اليوسف، الضيع ياخذها إيلونو، لف يا إيلونو، هوك شوت جميل، حلوة من إيلونو. تعادل الآن 58. رايح قلوبنا، خلوا الجماهير تطلع اليوم فرحانة من صارت الاتحاد كرة مقطوعة. هذا وعبد الله توفيق، يلا يا محسن، وحلوة شفته. هذا اللي انا قاعد اقول، الفاست بريك نادي القادسية بدون فاست بريك ما راح تقدر تفرق. فرق الان 60-58، 10 ثواني، لا تسوي فاول، لا تخليه يسدد ثلاثية. موسي سوي سويتش في الدفاع، شوف موسي فاضي ويسدد موسي 2 شوت، ولكن محسن الموسوي يخطفها موسي وينتهي. اعزائي المشاهدين الربع الثالث، انتهى الربع الثالث. خلينا نشوف الربع الثالث كم نتيجته. 24 للقادسية مقابل 22 للعربي القطري، ومن كذي القادسية تقدم الآن النقطتين. أعطيكم الأشواط: 19-17 للعربي في الربع الأول، الربع الثاني القادسية 19-17، الربع الثالث القادسية 24-22. إن شاء الله يمشي على هذا المنوال. أمامكم الآن الأفضل المسجلين اللي هو آر جونز مسجل 17، عبد الله توفيق مسجل 14. أنا عندي إحصائيات أخرى راح أقولها لكم بالنسبة رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين، وقلت لكم انا عندي احصائيات بالنسبه للقادسيه. عنده اجمالي التسجيل نسبه 45.5، العربي القطري 34.7. عندنا في الثري بوينت
مشكلة القادسية ان العربي القطري عنده 33% من الرمي السكور من الثري بوينت. القادسية عنده 25. من التو شات القادسية افضل، عنده 66 مقابل 67. العربي القطري عنده 36%. عندنا بالرميات الحرة القادسية افضل 75 والعربي القطري 66 67. كل المؤشرات اللي عندي تدل ان القادسية قادر يفوز، ولكن المصدر الخطورة اللي امامي هو ثلاثيات. هذا هو خالد عبد الباسط، ثلاثيات العربي القطري وبداية الربع الرابع. وعندنا الستيل 4 القادسية 5 لقطر، والربع الرابع الأخير والحاسم خلاص. يلا اللي عندك طلعة في الملعب، خلنا نستمتع وخلنا اليوم نفوز. والكرة مع خالد سليمان. محسن ماسك موسي. شوف لما تلحق اللاعب، شوف تلحق اللاعب مثل هذا اللاعب موسي، دائما لابد تخلي اللاعب امامك، لا تلحق اللاعب موسي. سجل ثلاثيه وعنده رميه اضافيه، واول فاول على نادي القادسية في الربع. موسي لاعب بحريني يلعب في نادي المنامه سابقا، انتقل لنادي قطر، نادي العربي في القطري بهذا الموسم، وسجل رمي الحرة. محسن موسوي يحاول يخترق، ترجع الى هندري لعبد الله توفيق ثلاثية. الله عليك يا عبد الله، حلوة عبد الله توفيق يخلص الفرق الان الى نقطة واحدة. تقدم القادسية 63-62، وهذا الدفاع المفتوح والكرة الى هندري. يلا يا عبد الله يا محسن موسوي، هندري عبد الله توفيق. يلا يا محمد الدخيل، يلا يا محمد الدخيل لإيلونو بالميديم شوت. حلوة، تقدم القادسية الآن. الأصفر الملكي 65، العربي القطري 64. الأحمر نار اليوم، وياخذ خطأ. سلامات لي خالد عبد الباسط. كان يحاول ياخذ تشارج اللي هو إيلونو. شوف إيلونو كان واقف وتشارج قرار سليم، والكرة لصالح نادي القادسية. تقدم الآن محمد الدخيل. يلا يا محمد الدخيل، سدد لك ثلاثية. شوف الجماهير اليوم اللي جايه امامكم تبي تطلع من الصالة اليوم، صالة الاتحاد في مجمع الامير الوالي الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح رحمه الله في منطقة صباح السالم. ونحن معكم عبر كويت سبورت تلفزيون دولة الكويت. والكرة حلوة لموسي، تصل من محمد الدخيل بعد يحاول ان يسترجع الكرة. خذ اللاعب قدامك يا موسي، والكرة إلى إيلونو. حلوة المباراة والله، يعني رغم كثرة الأخطاء الموجودة في الترنوفر في المباراة. أقول لكم شوف حلوة، يلا حلوة يا شباب، حلوين يا شباب. 68 مقابل 64، وحاول يقطعها هندري، ولكن موسي لا يلف عليك من جهة اليمين، لا يدخل عليك من جهة اليمين. سدد لا لا ما له حل. موسي ما له حل، قاعد يسدد على راحته. الولد قاعد يتمرن، قاعد يتدرب يوميا على الثلاثيات. لاعب كبير. إيلونو عبد الله توفيق يقول انا موجود، تساوي. شوف يا عبد الله، حلو 71-67. خلاص ولعت المباراة. خالد عبد الباسط مراقبة هندري، الدفاع يا شباب. وهناك خطأ. هذا هو الحكم سالم هادي الإيراني، الحكم الثالث يدير هذا اللقاء، بالإضافة إلى أحمد الشويلي من العراق، يكفيني وأنتوني. يلا يا أنتوني. تبديل عبد الله توفيق
والله ما عجبني التمرير، والله ما عجبني، ولكن مو مهم. المهم ان نفوز. اشوف الكره لمصطفى فوده، عبد الله توفيق كان قاعد يسجل وقاعد يسجل، والكره الى موسي، ما حد قادر يوقف خطوره موسي، وشوف الكره يسجلها وياخذ رميه اضافيه، قاعد يخترق بسهوله، لاعب سريع، بنت قادر يعني تلصق فيه، راح يعني يخترق، يدخل الى داخل منطقه الزون. اذا بعدت عن مشكله، والله هذا مشكله، كلك مشكله يا موسي، مشكله فنيه، مو مشكله فنيه. تسجل كل مكان. الله يعطيك العافيه موسي. حلو اللاعب، نجم. و70 العربي القطري، 71 القادسيه. إيلونو يا إيلونو قاعد تلعب برا. إيلونو عزيز الحميدي يحاول مع خالد، وهنا خطأ. خالد صح يا خالد، خطأ خالد. سليمان خالد، خطأ واضح أكيد. اللي هو عبد العزيز الحميدي. يلا يا عزيز، بنفوز مثل ما فزنا على الاتحاد في آخر مباراة، واحتفل معك الجمهور عزيز الحميدي ويسجل. حلو 72. الذهب ما يظهر إلا في الأوقات الصعبة. الآن القادسية يبحث عن كل ذهب موجود داخل من لاعبين، من مدرب، من ايضا الجماهير. موسي اخطر لاعب لخالد عبد الباسط، وشوف عزيز وخالد، سليمان خالد، محسن الموسوي يحاول يخاف خطوره موسي. شوف هنري، حلوه إيلونو، ويضيع الكره. يلا فازي، روح كمل 3 على 2. حلوه من هنري، ولكن تضيع الكرة. توصل لسليمان خالد، توصل إلى مصطفى فودة يسدد، وإيلونو يلا العب باص عدل يا إيلونو. الكرة مع توصل إلى صالح عزيز الحميدي. يلا يا محسن، سدد يا محسن، يعطيها لمحمد. طيب كرات سهله قاعده تضيع والله. يعني بدل القادسيه يلعب فاست بريك، بدل الان نادي العرب يفقد تركيزه. انت متقدم نقطتين، كمل على السله يا محسن، روح على السله وسجل. هذا هو افضل لاعب حتى الان في المسجل لنادي القطري العربي. لا والله موسي دخل الان مع عبد الله توفيق. 25 مباراة ما بين عبد الله توفيق وما بين موسي، اللاعب رقم 73 البحريني المحترف في صفوف العربي القطري. وباقي 6 دقائق والقادسية متقدم، ولازم القادسية حاليا ما يفقد هذه الكرة، يحاول يسجل ثنائية، ياخذ فاول مهم يسجل. وأنتوني شوف هناك خطأ تكنيكال فاول. هذه الأخطاء اللي يعني تعطي هدية للفريق الآخر يسجل، وفعلا سجلها موسي. 32 71. الكرة مع هنري يحاول يسرع اللعب. هنري إلى إيلونو، محسن الموسوي فاضي مع اللاعب آرت جومز. شوف سليمان خالد يحاول يساعد عزيز الحميدي، يحاول عزيز، ومخالفة المشي بالكرة. قرار سليم من حكم المباراة أحمد الشوري. شوف يقول لعزيز صح كلامك صحيح. والكرة مع موسي، نجم النجوم موسي، ملك الثلاثيات. شوف خالد عبد الباسط تضيع وترجع. روح يا محسن، ركز يا محسن، حاول. ومفتوح شوف إلى موسي. ما في لاعب قاعد يركض مع محسن. اركض، حاول تفتح زون، افتح سبرنت. والكرة مع موسي،
موسي مع عبد الله توفيق. موسي يحاول يسدد وتضيع الكرة إلى إيلونو إلى هنري. والله كأنه بدأ التعب شوية على اللي هو إيلونو، وأيضا على عبد العزيز الحميدي. عزيز الحميدي، يلا يا عزيز، يلا يا عزيز. كرة هوائية وخطأ على إيلونو، وهناك رميتين وراح جونز يسدد رميتين. شوف هذا الدفاع اللي ما له داعي. هناك تايم اوت يطلبه مدرب نادي القادسية. تقدم من القادسية 72 وضيع أكثر من كرة. ونحن معكم أعزائي المشاهدين في الربع الرابع. حتى الآن أفضل مسجل موسي 26 نقطة، عبد الله توفيق 25 نقطة، وتابعه من الكابتن حاتم مملوك للاعبينه في هذا اللقاء. الآن العرب مسجل في الربع الرابع 13 نقطة، والقادسية مسجل 12 نقطة فقط. وعندي إحصائية النقاط ما زال القادسية الأفضل في 2 بوينت مقابل 37، 3 بوينت العربي 34 مقابل في الفاول شوت العربي 70 مقابل 66. الآن يعني بخبرتنا احنا كلاعبين كمدربين كمعلقين، المباراة خلاص باقي على المباراة 5 دقائق. إذا اللاعب ما يترجم كلام المدرب، طريقة المدرب والأسلوب الصح داخل الملعب، ما راح يحقق الفوز. لابد أن يكون هناك تركيز في الأداء، تركيز في التمرير، تركيز في الدفاع. حاول توقف خطورة اللي هو موسي، هو من بدأ يظهر معانا في بداية الربع اللي هو الثالث والربع الرابع. موسي 26 نقطة 25 لعبد الله توفيق، أفضل اثنين يسجلون في المباراة حتى الآن. الكرة توصل إلى مصطفى فودة، طبعا أخذ راحة مصطفى. موسي طبعا لاعب محترف يعتمد عليه، والكرة توصل إلى اللاعب. شوف إيلونو، أوه والله فاول، اللاعب طاف فوقه يعني، هو اللي نايم على إيلونو، يحاول ياخذ منه الكرة. شوف إيلونو، شوف لاعب فوق اللاعب، ما يصير يعني تاخذ الكرة جامب بول بهالطريقة. الكرة لي راشد رياض الربح، توصل إلى هنري يحاول هنري ثلاثية، لا ثنائية، عبد الله توفيق السعيد. إيلونو حلو. هذه الكرة الثانية هي مهمة. إيلونو أخذها ما سجلها، ولكن أخذ فاول. والآن يأتي دور الرميات الحرة يا إيلونو، يلا يا إيلونو. جماهير القادسية الملكي بانتظار تسجيل. الفرق الآن يصبح إلى نقطتين أم يتم على نقطة واحدة. يلا يا إيلونو، هذا هو إيلونو يسجلها، لاعب مميز، لاعب كبير. حتى الآن القادسية مسجل 12 نقطة مقابل 13 نقطة للعربي. نتيجة 2 الحين ما سجلها 13. الآن ضايعة 73-71، 13 تعادل الشوط الرابع حتى الآن. ولكن القادسية أخذ الليدنج من الشوط الثالث. الكرة لموسي، حلوة يا راشد. أوه حلوة راشد، حلو. والله كان فيها فاول لصالح راشد الرباح، يعني عدت من 3 الحكام. شوف يعني لاعب قاعد يحاول يعرقل اللاعب، ما في يعني كرة سلة، ما في لاعب. مو احنا لسنا نلعب كرة يد، نلعب كرة سلة. وهذا الخطأ يكفيني أخيرا
يصفر لصالح نادي القادسيه. خطا راشد الرباح كان رايح، ممكن يكون خطا متعمد ايضا لانه كان منفرد راشد رياض الرباح اخر لاعب في الملعب. وهناك إيلونو، يلا يا إيلونو، إيلونو وراشد رياض الرباح اوسايد. نقطتين. شوف الكرة هنري، إيلونو يحاول يوقف في المكان الصحيح. عبد الله توفيق، يلا يا عبد الله، يا سلام عليك يا عبد الله، يا عبد الله توفيق، يا نجم يا متألق يا جميل يا اسمراني. هناك فارس اسمر في كرة القدم فتحي كميل، وفي السلة عبد الله توفيق هو الفارس الاسمر. الكرة ل عبد الرحمن عبد الحليم، ثلاثية ضايعة، يلا يا إيلونو سرع اللعب يا هنري، العب حاول تمرر. شوف عبد الله توفيق فاضي، نعتمد على النجم عبد الله توفيق. هنري فاول، سدد، سجل. حلوة حلوة، خلينا نشوف الحكم يحسبها ولا ما يحسبها. حسبها. حلوة حلوة حلوة، ما احتجوا لاعبين على قرار اللي هو منع راشد رياض الرباح، وقرار سليم. اللاعب كان في حالة الدخول على السلة. ونقطتين 76-71. حافظوا يا شباب، يلا يا جماهير، يلا يا جماهير، يلا يا لاعبين، يلا اللي كله في الملعب حاول. شوف هنري، واحدة ثنتين في حالة يعني وين رايح يسدد ويسجل. 78-71، 7 نقاط. عندك خالد يحاول، خالد مخالفة المشي بالكرة. بدأ الإجهاد، بدأ التعب يظهر على اللاعبين. 3 دقائق و28 و يعني عطى خطأ فني، وخذ يسار بعد اليمين، يسار يمين، بعدين عمل الدبل مخالفة المشي بالكرة، واعطاه خطأ فني لأنه احترم كامل يصفر الحكم، اعتبر الحكم هذا سلوك. وهناك سلوك رياضي ويسجلها حلو هنري. و79-71. هل تنتهي المباراة بفوز نادي القادسية بنفس النتيجة 81-71؟ ممكن كل شيء جايز. وهناك الكرة لصالح اليوسف القادسية. هدري فاضي، دفاع ضاغط، راشد رياض الرباح عطى هدري ابحث عن عبد الله توفيق يا هدري. شوف عندنا مصطفى فودة يلعب على الثواني، حلوة لا تستعجل. الكرة مع هنري لراشد رياض الرباح، راح يسجل ثلاثية ولا هنري راح يخترق. حلوة يا هنري، يا سلام. هذا المحترف اللي تحتاجه في الوقت مناسب يعطيك. وشوف الجماهير، شوف سمر الحلوين، الجماهير الجميلة القدساوية اليوم اللي قاعد تتابع في هذه المباراة. وشوف تقدم نادي القادسية 81 مقابل 71. القادسية تسجل في الربع الرابع 21 نقطة مقابل 13 نقطة. أفضل مسجل حتى الآن هو عبد الله توفيق 27 نقطة، لاحقه موستي 26 نقطة. موقف خطورة موستي، سرع اللعب وراح تفوز في المباراة. الكابتن محمد حاتم مبروك ومساعد الكابتن يزن يونس. والله هذا الكابتن يزن يونس مسي عليه بالخير، كان معاي في قبل في شهر 6 في دورة ليفل 2 كانت تقام في قطر. كانت دورة جدا جميلة في وكابتن مبروك حاتم مبروك، ايش راح تسوي؟ 10 نقاط ليدنج للقادسية الكويتي. والله الأرقام أمامي، كل شيء قاعد تقول القادسية الأفضل. الأرقام القادسية 2.85 مقابل 37.
لثري بوينت قادسية 30 قطر 33 عربي. بالرميات الحرة 70 مقابل 6. شوف باقي احصائيات كثيرة توجد موجودة ترجمها نادي القادسية إلى أرض الواقع. السكور فيلد يعني بالمباراة القادسية 47%، العربي القطري 38%، والاتجاه إلى الفوز حق مشروع لكلا الفريقين. مصطفى فودة مراقبة راشد رياض الرباح، وهذا الخطأ جزاء متعمد، أيضا متعمد. الحكم يكفيني، شوف يقول تعمد يعني راح يسدد رميتين رمية إضافية. يعني شوف هذه الأخطاء اللي يعني تعطي فرصة للفريق الآخر إنه يقلص الفارق بسهولة. الآن عنده موسي، عنده خطأ متعمد، سجل الأولى، قلص الفرق إلى 9 نقاط. خروج صالح يوسف، دخول عزيز الحميدي، موسي الرمية الثانية. الآن يبدأ التركيز والخبرة. موسي والله انت 100 على 100 موسي، يعني اختيار موفق من النادي العربي القطري كمحترف في صفوف العربي القطري من مملكة البحرين. وموسي إلى لاعب رقم 17 اللي هو أحمد محمد، نزل في الرابع. الكرة مع موسي، ثلاثية، لا توصل، يلا يا إيلونو، ماكو متابعة. شوف الكرة مع موسي مع عزيز الحميدي، لا تسوي فاول، عليك 4 فاول أيضا على شوف موسي، ثلاثية إيلونو. أيوه هدي الآن هدي. هناك خطأ فني حكم إيراني سالم هادي على موسي، خطأ فني على موسي. هذا هو حكم سالم هادي، يقول له أنت حاولت تعرقل بريلك، خطأ فني. خلاص قرار الحسب. 81 القادسية 73. يلا يا هنري، ضيع الرمية الأولى. اوتسايد للقادسية. راشد رياض الرباع، الخبرة الآن مطلوبة داخل الملعب. راشد رياض، يلا يا راشد، والله كأنها مباراة منتخب، ما هي مباراة أندية، مباراة جدا قوية. هنري مع خالد عبد الباسط، يلا يا هنري، يلا شو تسوي يا هنري؟ يسدد إيلونو قاعد ينتظر، حلوة يا إيلونو، وتضيع من إيلونو، لكن إيلونو يعطيها لعزيز الحميدي، يحاول يخترق عزيز وياخذ فاول. هذا الصح. الآن القادسية قاعد يلعب صح، قاعد يلعب يلعب بمكانه، يلعب بالمستوى المميز اللي كان يظهر عليه نادي القادسية، وخاصة تحتاج لاعبين عندهم خبرة. راشد رياض الرباح، عندك عبد الله التوفيق، عندك عزيز الحميدي، إيلونو المحترف الجميل الكبير، هنري أيضا، ويسجل. حلوة يا عزيز الحميدي، لكن حتى الآن عبد الله التوفيق هو الأفضل في القادسية 27 وموستي 26. موستي حاول، راح يركز على الثلاثيات. موسي حاول يخترق، شوف يعني ما سدد ثلاثية، حط 2. 81 83 75. 8 نقاط. حلوة، هدي يا عزيز، ثلاثية، هدي يا عزيز. إيلونو عسلة يا إيلونو، ويسجلها. حلوة يا إيلونو، بارك إيلونو. شوف عزيز ضيعها. هذا لما يكون عندك لاعب سنتر يلعب قوي تحت السلة. كان على فكرة كان يلعب في المواسم السابقة مع نادي النصر، وأدى مع نادي سليمخات، وأدى معاهم مباريات كبيرة، وخصوصا يعني فازوا على فرق جدا مميزة. وانتقل إلى نادي
القادسية في الموسم الماضي. حلوة من إيلونو، 86 75، 9 نقاط. 9 نقاط للملكي الأصفر القدساوي أنتوني. راجع حساباتك بعد هذه المباراة وعدل طريقة الدفاع والهجوم، لأن وراك مباريات الكروس ما بين المجموعتين، ونبي الكويت والقادسية يكونون يلعبون عن نهائي الكرة. إيلونو اعتقد خلصت دقيقة و25 ثانية. هنري عطى حق راشد، يا هنري راشد فاضي. شوف راشد يحاول يخترق، راشد يسدد يعطيها ولكن ياخذها. العب لا تستعين، عندك 14 ثانية. هنري يا هنري، ثلاثية من بعيد وتضيع. إيلونو ياخذها. فاول على فودة، مصطفى فودة قاعد يقول له شوف بالضبط. حاول يمسك قدم اللي هو إيلونو، وسقط إيلونو على الأرض، ولكن يقوم بالسلامة إيلونو. شوف الآن إيلونو عصب. هدي يا إيلونو، يكتسب خطأ متعمد. مراجعة ما بين يكفيني والحكم الإيراني سالم هادي، وهذا الحكم العراقي أحمد الشويري. هل يرغى الخطأ إلى خطأ متعمد؟ 86 75، 11 نقطة حلوين وباقي دقيقة. شوف عامل ترتلة وخطأ فني. حسب خطأ فني على اللي هو مصطفى فودة. نشوف الآن شنو صار معنا. هذا هو راح يسدد توماس. وينك يا توماس؟ دخل مكان إيلونو. ماشي هناك ضرب للاعبين الاثنين متعمدين. ما شفنا القرار. الكرة توماس يسجل، يضيع الرمية. 86 75، 11 نقطة باقي دقيقة. ثلاثيات الآن، خطورة الثلاثيات، دير بالك على الثلاثيات. هذا هو عبد الرحمن عبد الحليم إلى خالد عبد الباسط. خالد يحاول وخطأ على خطأ واضح. قرار سليم، هذا هو يكفيني. قرار سليم. شوف خط تكنيكال فاول على بنش نادي القادسية. شوف هذا انت لما تكون فارق يا اخي خلاص الحكم صفر. ما في قرار يتغير خلاص. الان شوف شدت الاعصاب داخل الملعب، ونتمنى ان شاء الله الامور تسير مثل ما بدت اخوان وحبايب. ونشوف الآن هناك تكنيكال فاول احتسب على نادي القادسية. هذا هو عبد الله توفيق السعيد نجم هذا اللقاء. دخل معانا إيلونو الآن. البورصة مفتوحة يا إيلونو مسجل 28 وموسي مسجل 27. هل يبتعد اللي هو عبد الله توفيق ام لان إيلونو خلاص طلع برا الملعب ومكانه عبد الله توفيق؟ هل يعود؟ وهذا هو إيلونو. وهذه بعض الإعادات. هذا هو الكبير سليمان خالد، ورجعنا معكم هذا التكنيكال فاول.
الحين وضحت تكنيكال فاول ما بين فودة ومحسن الموسى. يعني تكنيكال فاول، كل واحد خذ تكنيكال فاول، وهناك ايضا تكنيكال فاول انه على احتياطي نادي القادسية. واضح الان. شكرا لمخرج المباراة، وضح لنا شنو صاير، شنو قاعد يصير. وهناك تايم اوت. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا الهايلايتس الجميل. وهناك تنفيذ الرميات الحره من موسي ضيع اول رميه، اصاب مشدوده. وهناك رميتين لخالد عبد الباسط، والله 45 ثانيه 87 مقابل 75. وخالد عبد الباسط يقلص الفرق الان إلى 11 نقطة. القادسية إذا حافظ على النتيجة، حافظ على الكرة، حاول يسجل. والكرة مع توماس لهنري العباس، حلوة عشان ما يسوي فاول، وقف اللعب. عبد الله توفيق، شوف الآن راح يسوي خالد سليمان خالد، يحاول يعمل خطأ. الكرة توصل لشكناني إلى عبد الله توفيق. شوف باقي 10 ثواني، حلوة، ضيع الوقت، استغل الوقت، باقي 6 ثواني. حاول تخترق يا عبد الله، العبها ثلاثيه يا توماس، يسدد في اخر ثانيه ويضيعها، وترجع حلوه تلمس في احمد، لكن ترجع الى حسن. ايوه خلاص، ايوه الان ياتي دور الخبره. خلاص باقي 11 ثانيه. الكره مع راشد رياض الرباح، يلعبها الى هنري، يقول له انتوني العب حاول تجيب سكور علشان فرق السكور. شوف باقي هناك 4 ثواني 87 مقابل 77. ورايح يعتب عليه دكتور اللي هو الكابتن حاتم مملوك، لانه باقي 4 ثواني، ولكن هو يبي يلعب على فرق السكور عشان يحاول ياخذ الترتيب الافضل. يبي فرق سكور لانه كان فايز عليه 88 81. الفرق لصالح القادسيه الان، لا، الفرق ما زال بين الفريقين لصالح العربي القطري. وعبد الرحمن عبد الحليم يقول خلاص وانتهى. اعزائي المشاهدين، انتهت المباراه بفوز نادي القادسيه. نقول لهم مبروكين 89 77. وهارد لك اشقائنا واحبائنا من الخليج العربي، دوله قطر الشقيقه، نادي العربي القطري، هارد لك. ونشوف هذا اللقاء الجميل، ونشوف طبعا دائما تكون الابتسامه والتسامح ما بين الاخوان والاشقاء. وصلنا وياكم اعزائي المشاهدين الى ختام هذه المباراه الجميله، نقلناها لكم من دوله الكويت ومن صاله الامير روال الشيخ سعد عبد الله السالم صباح منطقه صباح السالم. لكم تحياتي وليد محارب القحطاني، والى اللقاء.